انا اللي اغتصبني خويا وما كفاهش هادشي، ولا كيبيع ويشري فيا صحابه. الاخ اللي كتعنى بيا اي وحده وكديرو في كتافها، هذا ما كانش اخ، هذا كان وحش فوق الارض. اجي يا اختي سمعي واحكمي. انا نوال توفى والديا وبقيت مع خويا. منين ماتوا والديا خلاونا واحد الدار وواحد القطعه ديال الارض وشويه ديال الفلوس في البنك، ولكن حيت خويا هو الكبير هو تكلف بكل شيء. ولكن خويا كان قبيح، كان واحد السيد اللي ما تعرفش شنو هي الرحمه. كان مركب فيا الرعب، كنت كنخاف منه، كنموت منه. كان يتكرفس عليا ويضربني وما نقولش وشغال الدار كلها كدوز على ظهري. هو كان مدمن وماشي غير مدمن، كان تيبيع ويشري حتى في المخدرات. بقيت صابره وغادي كنعاني معاه بشويه بشويه، حتى لواحد الليله. ديك الليله جا سكران وما عرفش شنو كيدير، تهجم عليا وسد ليا فمي وشدني بزز واغتصبني، ومن موراها هددني وقال لي الا قلتي هادشي لشي حد غادي نفضيك من هاد الدنيا. بقيت كنتالم بوحدي وهداك الشيء ضرني في خاطري بزاف، ولكن ما قدرت نقولها حتى شي واحد. بقينا عايشين هكاك، ما بقاش بنادم ولا وحش، ولا فين ما قالها لي راسو كيجي لعندي، ولا كيجيب صحابو لعندنا في الدار وكيشربوا تما، وانا اللي نسخر عليهم وانا اللي نجيب ليهم. ولا شي واحد في صحابو قال لي هاد البنت راه عجبتني، كيقول لي خصك تلبي الرغبات ديال صحابي. وليت غاديه تحت التهديد ديالو، واللي قالها لي كنديرها، حتى انني ما بقيتش كنشعر براسي انني انسانه. حتى لواحد الليله، هذيك الليله جاو معاه واحد 3 ديال الرجال. هادوك الرجال ماشي من صحابو، كانوا بغا يشريو الارض اللي خلاوها والديا. قال لي خاصك توجدي العشاء، الليله جايين عندنا شي ضياف. وفعلا وجدت بزاف ديال الحوايج، لحقاش الام ديالي الله يرحمها كانت معلماني كلشي. منين جاو هادوك الرجال تبهروا في هذيك الطبله اللي وجدت ليهم وسولوه، قالوا لي شكون اللي وجدها؟ قال لهم غير واحد الخدامه عندنا في الدار. كاع الدراري اللي كيجيبهم جداد للدار ما عمرهم تيقول لي مرا اختي، كيقول لهم هذه غير خدامه عندي هنا في الدار. واحد من هادوك الرجال ناض عندي للكوزينه، دار راسو بحال بغا يشرب وعطاني النمره ديال التليفون، قال لي عافاكي ضروري باغي نهضر معاك. من بعدها صونيت ليه وهضرت معاه ودرت انا وياه فين نتلاقاو. مشيت تلاقيت به من اول لقاء، قال لي شوف بنت الناس، انا غنجيك من الاخر، نتيا عجبتيني وانا باغي نتزوج وباغي نتزوج بك. جاوبته وقلت ليه لا خويا انا ما غاديش نقدر نتزوج. قال لي علاش كتقولي هاد الهضره؟ بديت كنعاود ليه ودموعي هابطين. قلت ليه هذاك اللي جيتو لعنده، هذاك راني ماشي خدامه عنده، هذاك راه الاخ ديالي. وعاودت ليه كلشي على الاغتصاب اللي دار ليا وعلى بزاف ديال الحاجات وعلى التعدي اللي معدي عليا. السيد بقيت فيه بزاف وصدق حقاني وقال لي شوفي ما تخافيش انا غادي نساعدك. ومنين سمع قصتي غير ما زاد تمسك بيا وقال لي شتي انتيا غندير فيك خير كبير وغادي تكوني مراتي على سنه الله ورسوله. قال لي غنمشي لعنده ونهضر معاه، وديك الساعه نتفاهموا انا وياه. قلت ليه لا ما نقدرش نهائيا، غادي يذبحني يقتلني ويفضني من هاد الدنيا وحتى غادي ياديك. شفت عيا وقال لي كاين حل واحد، هو انك غادي ديري معايا وقت وغادي تجمعي حوايجك وغادي تمشي معايا وما يعرفك فين زدتي. خليته واحد النهار ما كانش وجمعت فيها حوايجي وعيطت على السيد جا داني. من تما هزيت راسي ومشيت مع داك السيد داني عند والديه. قدمني للام ديالو اللي كانت من اطيب خلق الله وقال لها بانني امي باغي نتزوج بهاد السيده. قال لي حاجه وحده اللي باغي نطلب منك، هاد القصه ديالك ما تعاوديها حتى لشي حد نهائيا بالمره. هاد السيد هذا كان كيعيش في اوروبا. بالنسبه للام ديالو سولاته وقالت لها ولدي هاد البنت واش ما عندها عائله؟ قال لها امي غير سمعيني وسعفيني، واش بغيتي ديري معايا خير ديريه وبلا ما تسولي بزاف. تواصلت مع جداتي وقلت لها جده خاصني الحاله المدنيه، بغيت نصاوب لاكارت باش نتزوج. قالت لي خوك راه تيسول عليك وكيتسارع عليك وما خلى عليك حتى شي بلاصه. عاودت ليها كلشي وقلت لها هذاك ماشي خويا، هذاك وحش في صفه انسان. جده ما عجباش الحال ومشات ليه بالحيله وقالت لي اولدي عطيني الحاله المدنيه، بغينا نحيدوا الام ديالك، خوالك راهم بغاو يقسموا واحد الورث ومادام هي توفات خصنا ضروري نحيدوها. وهو تق بها وعطاها ليها، ومن بعدها صايبت لاكارت وتزوجت بالسيد. مشات دا العقد وطلع ليا ورقيه ومشيت معاه لبرا. من بعدها مده عاد سق خويا الخبار بان داك السيد هو اللي خداني وهو اللي داني معاه. جاه جمع الوالدين ديال راجلي وعجوزي عيط ليه على البوليس. منين سمعنا هادشي هبطت انا وراجلي للمغرب وجيت وقدمت به دعوه كاع داكشي كله اللي داز عليا واللي دار ليا. قلت لي انا مشيت تزوجت وعطيتك باتساع وخليت كلشي ودرت بحال عمرك ما زدتي في حياتي، ولكن انت نزلتي غير تابعني. تغلبت على الخوف اللي كنت كنخاف منه وواجهته وقلت لهم بانه ها كان يدير ليا وها كان يدير ليا، والعائله كلها سقط الخبار لهذا الشيء. كلشي بدا كينعل فيه وكيسب فيه، العائله كلها سخطات عليه. ومنين قدمت به الشكايه علمت البوليس حتى فين تيخزن المخدرات ديالو ومشاو للدار ولقاو نيت هذاك الشيء. تجمعوا ليه شله بلاوي في الدوسي، المخدرات والاغتصاب ديالي وشله حوايج خايبين. حكموا عليه ب7 سنين ديال الحبس. ما نكذبش عليكم ديك 7 سنين وما بردات ليا الجوف ديالي، تمنيت لو كان عطاوه الاعدام.
من مور هادشي كلشي عرف الحقيقه، حتى الاهل ديال الزوج ديالي وواخا هكاك وقفوا معايا وصدقوا ناس الله يعمرها دار. عايشه بخير وعلى خير معاهم ومع راجلي، ولكن هادشي خلى واحد الاثر كبير في حياتي ما عمرو بغيت ننسى ليا، ديما راني مألمه من الداخل ديالي. هذه هي قصتي ونتمنى انكم تدعوا معايا باش سيدي ربي يمحي ليا كلشي هادشي اللي داز عليا من الذاكره ديالي.